والله قرفت بالسيناريوهات دي. هو ده فيلم بيتكرر والله قرفت. بص يعني سيناريوهات محفوظه، انا عارف والله سيناريوهات معروفه، والله سيناريوهات معروفه ومحفوظه. الله اللي صعبان عليها اللي كانوا بيشجعوا بيراميدز. بسبب علي بيسجل الجول في الوقت خلص اصلا في الفيمتو ثانيه الاخيره بس بقى، وهياخد الدوري من الاول. ايه بيراميدز يروح شجعه بقى. فريق ابنكم شكاير ما بيموتش. عارف ليه؟ علشان لو حسيت كده اخر 3 ماتشات، بصي في بعض العناصر كده بتجز انا هاخد الدوري رجاله. يعني ياسر ابراهيم هو اللي بيدي الجول وسام ابو علي والناس بتوع نظريه المؤامره فخكوا واكلاكوا يا جدع للدرجه دي. الجون جه في الدقيقه 96 وعمالين يفيكوا شويه حاجات. يعني وسام ابو علي هو داخل يشوط بالظبط في الدقيقه 95 و34 ثانيه وهو بيشوط الكوره بالظبط. وفي نفس الوقت اصلا الماده 5 دقائق وقت ضيع. الكابتن طارق مصطفى نزل تبديلات وضيع دقيقتين اصلا. يعني في تضييع اول ما اتحسب ال5 دقائق كان في دقيقتين ضاعوا. انتوا كنتوا بتتفرجوا على ماتش تاني ولا هي برضك ايه تفكيك كمان في نظريه المؤامره؟ وفي نفس الوقت الاهلي كان ضاغط. يعني ال 30 ثانيه الفرق دول الاهلي كان ضاغط في نص الملعب، الكره مش بتعدي نص الملعب عشان الحكم يبقى ليه عين يصف. ده الاهلي ضغط 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 ضغط. اداره نايمه في البسله. نمشي امام عاشور نجيب دونجا. يعني امام عاشور مش مركز يا جماعه. مش مركز خالص. هو مركز مع برشلونه بس ما جابش مستواه في الزمالك. من ساعه ابنكم الشكاري ما دونج قال له ما انتش مركز في الملعب او ركز في الملعب، هو ضرب شويبسه واختل خالص بقى ملمس ارض. كل كره تجيله اصلا بيفسد الهجمات بتاعتنا وتبقى هجمات مرتده. وامام عاشور هداف الدوري. الاهلي كده لازم يكسب. لو تعادل الماتش الجاي وبيراميدز كسب الدوري ضاع وبيراميدز اخذ الدوري. خلصت. خلاص يا عم الماتش خلص. انت بتعمل ايه؟ قفشه اساسا زي الزفت، نازل زي الزفت اساسا. ايه ده؟ لا لا قفل يا حبيب قلبي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ابني؟ يا سلام وسام؟ يا سلام يا سلام يا سلام وسام؟ قمة الإثارة. هو وسام اساسا باين الموسم ده. وسام عيان الموسم ده. هو وسام جاي يتفاجئ النهارده، جاي يفاجئنا النهارده. اعمل نفسك متفاجئ. اعمل نفسك متفاجئ. انا بتكلم بجد والله. اقسم بالله سيناريوهات ما بتحصل الا معاهم. والله سيناريوهات ما بتحصل الا معاهم. ايه ده؟ يا عم مصر وسسبنس ايه وزفت ايه يا عم على دماغ امك. يستاهلوا يستاهلوا والله يستاهلوا يا جدعان، والله يستاهلوا يا جدعان. سيناريوهات كرة القدم ما بتحصلش الا معاهم. والمصدر سين الاهلي 2 والبنك الاهلي 1. ايه ده؟ قمة الإثارة وقمة الإبداع. بيراميدز فاكر انه هياخد الدوري. انسى انسى يا ابني، انسى يا ابني، انسى يا ابني، انسى يا ابني، انسى يا ابني. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى بجد والله انا عايز اعرف ايه ده بجد بقى. واللي بيعمل الاسيست مين بقى؟ الكرة حتى ما فيهاش اوفسايد، الكرة كمان ما فيهاش اوفسايد. اللي بيعمل الاسيست مين؟ اللي بيعمل الاسيست ياسر ابراهيم. اللي بيعمل الاسيست ده ياسر ابراهيم. انت متخيل يعني ياسر ابراهيم؟ ياسر ابراهيم اللي طلع عينهم طول الماتش واللي شال الليله بتاعت صن داونز. ربنا بيكرمه في اهم ماتش في الموسم هو اللي بيعمل الاسيست. ياسر ابراهيم هو اللي جاب لهم الدوري. ياسر ابراهيم هو اللي جاب لهم الدوري. ياسر ابراهيم اسيست في هدف يعتبر هدف الدوري، والراجل برضو انقذهم من 4 نقط فاتوا. نقطتين قدام سيراميكا ونقطتين قدام بتروجيت. كرة سيراميكا في اخر ثانيه وكرة بتروجيت في اخر ثانيه. قسما بالله فريق يا جدعان رهيب. الماسونيه تتحكم. الماسونيه تتحكم يا جدعان والله. انا بتكلم بجد ما بهزرش. الماسونيه تتحكم هنا. بص يا باشا بقول لك ايه، الدوري بالنسبه له يا ابني ما تكسب زي الناس يا ابني. بجد والله يا حبيبي انا مش بحقد عليك يابا. انا بحسد. خلاص انا مش بحقد بس بحسد. يعني احسبها زي ما تعرفش. بجد والله في ماسونيه في الموضوع يا رجاله. مش ممكن اللي بيحصل ده بقى. يعني انا عايز افهم حاجه يا حبيب قلبي. وانت لو خسرت الدوري هي دي طفره في عالم كره القدم؟ يعني دي مثلا حاجه مثلا شاذه على المجتمع؟ ما انا عايز افهم ايه اللي بيحصل ده بجد والله يا اسطى. طب ما ريال مدريد يا ابني خسر الدوري عادي، ومانشستر سيتي مش هيصعد شامبيونز ليج عادي، والوداد المغربي بقاله 2 سنين ما بياخدش الدوري وما بيلعبش في افريقيا، والترجي التونسي بقاله 10 سنين. يعني في ايه بجد والله؟ الدنيا كلها بتخسر وبتتعادل وبتخسر الدوري. انت مالك بقى في ايه؟ اعمل نفسك متفاجئ.
مباراة جديدة وتوقع جديد، المرة دي توقع بشكل مختلف. ليه؟ عشان أنا عامل مسابقة إن اللي هيتوقع نتيجة المباراة صح هيكسب 100 جنيه، واللي مضحكني واللي صعبان عليا إن كل الناس متوقعة فوز الأهلي، وأنا بقول لك الماتش ده هيخلص بالتعادل 2-2. الأهلي مش هيكسب الماتش ده، وكله ما شاء الله متوقع فوز الأهلي وقلبه جامد قوي. البنك الأهلي اللي وقع الزمالك واللي وقع بيراميدز هيوقع الأهلي في الماتش ده في مصيدة التعادل. هو السطور امام عاشور ولا اشطر شطور امام عاشور؟ احنا مش هنخلص من تسديداتك دي يا جدع. هدف عالمي. انا قلت لك بتحسر كل ما بشوف امام عاشور. ال 200 جنيه هتروح عليا يا جدعان. طب اكسبوا نتيجه كبيره بقى. ما تفرحش الماتش لسه ما خلصش، والماتش ده فيه كتير. البنك الاهلي بيلعب لحد دقيقه 90. والهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق امام عاشور السطور اشطر شطور. يابا ما تلعبش مع راموس تاني، ما تتحدانيش في توقع تاني. هدف التعادل يوعى النور، ولع النور. قولوا لي بقى قبل الماتش ما يخلص، قلت لك اللي مستني الاهلي يكسب مش هيكسب. خلصت المباراه ويتأجل لقاء الحسم للجوله الاخيره. بيراميدز كسبان بتروجيت 2-0، والاهلي متعادل مع البنك الاهلي 1-1، ونأجل الحسم للجوله الاخيره عشان الدوري ده هيبقى دوري من نار. لا! ازاي يا جدعان؟ ازاي يا جدعان؟ حرام يا جدعان، دي اللحظة الأخيرة. الأهلي ملك ال90. مش انا كنت بقول لك اللي يوقف الاهلي يبقى يوريني ويندهلي؟ دلوقتي بقول لك وسع للاهلي علشان الدوري بيندهلي. على راي ايمن الكاشف، جول ذا ماستر اوف ذا سبنس وسام ابو علي، ووسع للاهلي علشان الدوري بيندهلي. يا سلام على الحلويات والقطايف واللطايف، وسام ابو علي وامام عاشور السطور والاهلي الشطور. انا عارف ان الاهلي يا عم الحلو مش هيسيب لك الدوري بسهوله. قلت لك هيتحنضر ريقك وانت بتنافس الاهلي على الدوري، وفي الاخر الدوري في الجزيره. الاهلي ملك البلاس 90، ذا ماستر اوف ذا سبنس. الدوري حتى الآن في الجزيرة، والأهلي على الصدارة بجدارة بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف. الهدف الأول إمام عاشور هدف عالمي، هدف بلاي ستيشن، وقال لك جول اشطر شطور وجول عالمي، وفعلا هدف عالمي. ويرجع البنك الاهلي ونلف ندور ويوقع النور، وسجل يوقع النور التعادل قبل نهايه الشوط الاول. الناحيه الثانيه المعلم بيراميدز ماسك بتروجيت زنقوا مروان حمدي ابراهيموفيتش جاب هدفين. طبعا الحاج ممدوح عيد قاعد في المدرجات مبسوط متابع مباراة الاهلي والبنك الاهلي. ولكن هقول لك ايه، الاهلي ملك ال90. الاهلي لحد الدقيقة 95 لحد اخر دقيقة في المباراة وفي الوقت الضايع يعود النادي الاهلي كعادته ذا ماستر اوف ذا سبنس وملك البلاس 90